نورت البيت يا شيري. بقول لك ايه يا رومي، انت مامتك تعبانه بجد ولا بتضحك عليا؟ يا شيري هضحك عليك ليه؟ انا مش من الشباب ده. وانا شاهد. هو مش من الشباب دي، هو من الشباب الاوسخ منهم. ماما تعبانه وعايزه تشوفك، نفسها تشوفك قبل ما تموت ولا يحصل لها حاجه. احنا كنا قاعدين كلنا مع عمو، بس امه بتحب تلمنا كلنا كده، وقالت لنا ان نفسها تشوف البت اللي بتقف واقفه ميصه قبل ما ليه؟ بعد الشر عليها. طب خلينا اشوفها يلا. انت روحيش معاه. بس انت مالكيش دعوه، انت هي ماما تعبانه في الاوضه، عايزه تقول لك ان ماما تعبانه في الاوضه. دايما بيوضح سره في اضعف وضح سره في الخرصه، يعني اللي هو الخرصه بتحذر بتقول لها ما تروحيش معاه. دي لغه فيران، وهو مصمم ان هو ياخدها معاه الاوضه. وطبعا احنا هيحصل اللي احنا كلنا متوقعين، ان البنت هترفض وتطلع تجري وتقول لا وما يكملوش الفيديو. ولكن الفيديو منيل بست النيله، فلازم تكمل الخرا وتورينا ان هي دخلت وهو اخطأ بحاجه في الاوضه بقى. مش هتيجي تشوف ماما ولا ايه؟ بايا خلاص انت خلاص يا بايا. رومي تعالي بايا. اقعدي انت هنا، اقعدي انت. يلا يا شيري تعبانه، هي مريضه. بايا ربنا يشفيها. تعالي يا شيري، ماما جوه. ان هو مشارك 2 نسوان في الفيديو ده، ودايما فيديوهاته خيانه. يعني ما فيش فيديو يعدي كده اللي هو بقدم نصيحه، لا، في خيانه، في مليطه هتحصل، في قله ادب، ما فيش فيديو محترم. اوضه انت خايفه ليه؟ اتفضلي ادخلي يا شيري، ادخلي. لحظه ايه ده بيقفل عليها وهيسيبها في ايه؟ ادخلي. عايزه تهرب؟ انت وقعت ولا حد سامع عليك؟ البيره بقى والحاجات، وتعالى لشيري اللي ابوها ما رباهاش عشان تمثل معاك مشاهد مقرفه زي كده. يا رامي افتح يا رامي الباب. الله يخرب بيت سنينك، انا ايه اللي جابني هنا بس؟ اللي جاب حضرتك هنا ما عرفتش تربي واب مهمل. هل هم في الحقيقه كده برضو؟ يا رامي افتح. هعمل ايه؟ انا اتخطفت ولا ايه؟ يا رامي بنت جوه. على واقف اختك نور اهو. طب هتفضحنا هتودينا في داهيه. ما تروحيش معاه ولا تدخلي معاه. بنت جوه. بنت جوه. انت مالك؟ اتشليت لسه؟ تعالى كمل. انت مالك؟ يا عم اقعد. ليه ده؟ بس انت اتاخرت كده ليه؟ بقى انت مش عارف تضحك على البت المفقوصه دي وتجيبها بسرعه؟ انت عشان قاعد هنا ما بتعملش حاجه فاكر ان الموضوع سهل. ده انا اقنعتها بالعافيه انها تيجي، قلت لها امي تعبانه ومش تعبانه، وطلعتها على السلم من غير ما حد ياخد باله، وبتاع لحد هنا وانت مش عاجبك كمان. اهم حاجه قفلت عليها الباب كويس. يا عم قفلت الباب فيها وائل، يعني اول مره نخطف بنت، قفلت عليها والمفتاح معايا كله تمام ما تقلقش. ماذا بقى؟ امتى المعجنه؟ يعني امتى هتدخل انت ووائل كده تخرجوها وتروحوها؟ بينك وبين البت ايه؟ يا عم مفيش حاجه، انت عارف حد الله ما بينه وبين الحرام، ما احبش الحرام. انت كذاب كذب. مفيش فيديو في فيديوهاتك مش حرام. كل فيديو اما خيانه، اما سرقه، اما بقى اهم حاجه ايه؟ لازم يكون في قله ادب عشان الناس تشاهدك. وانت كده انت ده محتواك. ده ترويج لايه بالظبط؟ ترويج لفسق وفجور ان انتوا هتعملوا في البنت حاجه، ولا ترويج لبيع اعضاء وقرف وزفت؟ يعني ترويج لانهي خرا في محتواك؟ مش محتاجه حاجه يعني.